السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعلمكم وصفة جميلة. وصفتنا النهارده هنعمل كده فطاير محشية باللحمة المفرومة، عصاج لحمة يعني، وتبقى طبقات كده فوق بعض. انما ايه جنان يا جماعة، ومورجة اوريك زي العسل. طب ايه المقادير بتاعتنا؟ معايا هنا الخميرة، مية دافية، ومعلقتين كبار من السكر، شايفين الجمال والحلاوة. ومعايا كده كوباية زبادي صغيرة، معايا كده كوباية لبن، 4 بيضات. ال4 بيضات دول أنا خدت الصفارة بتاعتهم أهي بالشكل ده، الصفرتين بتاع البيضتين يا جماعة، صفرتين. وباقي ال4 بيضات أهم عشان نحطهم في العجينة. ومعايا كمان نص كوباية زيت، وكمان معايا كيلو دقيق وملح. طب يا ندى، المكونات دي كلها هنشتغل بيها، بس إلا الصفرتين دول للوجه يا جماعة، هنحطهم كده على جنب ونشتغل نحط المكونات بتاعتنا. اول حاجة معانا هنحط كده الخميرة بتاعتنا بالشكل ده، هنحط كوباية الزبادي، يعني نحط المواد في السائل الاول. كوباية الزبادي كلها كده. هتحطي كمان نص كوب زيت اهو، ونضيف كده اللبن، كوب اللبن كله. هتضيف كمان ال4 بيضات بتوعتنا، بس شايلين منهم الصفرتين زي ما قلنا، وحط عليهم كده معلقة خل بالشكل ده، ونضيفهم اهو. هتضيفي ايه تاني يا ندى؟ هضيف مكون من عندي، البيكنج باودر بتاعي، يعني عندي اقل من نص كيس بيكنج باودر، فانا هضيفهم يعني مش مكملين حتى نص معلقه، فانا هضيفهم يعني دي زياده عشان تبقى العجينه كده حلوه وزي العسل. ويلا كده نديهم ضربه كده عشان ننزل بعد كده عليهم الدقيق بتاعنا، كيلو الدقيق. بسم الله. يلا كده اديناهم كده ضربة، ونشيل كده المضرب بتاعنا ده، ونحط يد العجان بتاعة العجن عشان هنعمل ايه يا ندى؟ نبتدي نضيف يلا الكيلو كله الدقيق هنضيفه مرة واحدة. ويلا كده نضيف كده كيلو الدقيق، وما تنسوش رشة الملح اللي في الدقيق اهو. وطبعا لو احتاجنا للعجينة مية عادي، ممكن نستخدم مية دافية نكمل عجن بيها. كده انا حطيت كيلو الدقيق كده كله مرة واحدة. ويلا كده نعجن ونقول بسم الله. كده يا جماعة بتكون العجينة بتاعتي جاهزة اهو زي الفل، وبقت زي العسل يا جماعة، والقوام بتاعها زي العسل. لو طب عايزة اقول لكم برضو شوية بدايل، اللي ما عندهوش او اللي مش عايز يضيف لبن زبادي ما يضيفش براحته، ما عنده مش عايز يضيف بيض برضو ما يضيفش. لكن اهم حاجة عندي انا في العجينة ان انت تضيفي نص كوباية الزيت في العجينة، علشان دي اهم حاجة، عشان التوريق وعلشان كل حاجة. طب والتوريق نفسه يا ندى؟ النهارده انا هعملها بالزبدة. طيب انا مش عندي زبدة، ممكن تضيفي زيت على سمن، يعني في بدايل كتير معاكي. طيب وكمان النهارده هنعمله بحشو اللحمة المفرومة كده، يعني عصاج لحمة. طب انا ما عنديش يا ندى عصاج، اعمليها بالفراخ، اعمليها بالجبنة، أي نوع جبنة، مثلثات، اعمليها بالجبنة الرومي، بالجبنة الموتزاريلا. طب مش عايزة تحشيها، ما تحشيهاش ورشي من فوق سكر بودر، تبقى برضو مسكرة زي العسل. بس كده أهو أنا قلت لكم البدايل. طب معانا إيه هنا للعصاج بتاعنا؟ معايا بصل، معايا فلفل أحمر، فلفل أخضر، ومعايا جوز الطيب. اللي مش عايز يحطه ما يحطوش، بس إحنا بنحبوه بيدي ريحة كده حلوة وطعم. وكمان معايا كزبرة ومعايا فلفل. يلا كده هسيبهم كده يدبلوا، وعشان احط عليهم اللحمة اللي انا لسه شغالة اهو بفرم فيها. طبعا دلوقتي اكيد خدتوا بالكم ان انا محطتش الملح بعد ما اللحمة بتاعتنا ما تستوي خالص. يلا كده هتبلهم واسيب العجينة بتاعتي تخمر وارجع لكم.
كده يا جماعة بعد ما العجينة كده ما خمرت، شايفين الجمال؟ حاجة كده على العال. يلا كده هتعملي ايه يا ندى؟ هنعمل كده دواير اهو بالشكل ده كده اهو، يعني نلمها كده معانا من تحت علشان تبقى معايا دويرة وزي العسل اهو بالشكل ده اهو، حاجة كده زي العسل يا جماعة. خلص العجينة كلها بالشكل ده كده الدواير اهو، ووريكم الخطوة اللي بعدها. يلا كده يا جماعة معايا طلع 14 كده، 14 دوالة يا جماعة بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنعمل إيه؟ نصهم بالجبنة المثلثات ونصهم باللحمة المفرومة. طبعا دول كلهم من كيلو دقيق واحد يا جماعة. شايفين الجمال؟ هناخد كده نبتدي بأول واحدة هنشتغل بيها ازاي. هنفردها زي الفطيرة اهو بالشكل ده كده اهو، شايفين الجمال كده؟ ونحط كده على الجنب وناخد واحدة كمان اهو، ونفرد كده. اللي عايز يفرد بالنشابة يفرد، اللي عايز يفرد بايديه يفرد براحتك خالص. احنا بنفرده كده حاجة بسيطة ونركن جنب اختها اهو. شايفين كده الجمال؟ نصهم انا قلت لكم 14، نصهم هعملهم بالجبنة المثلثات ونصهم باللحمة المفرومة. صلوا كده على النبي، وعايزة احلى لايك لوصفات ندى الشطورة اهو. ناخد اللي بعديها كل ما نفرد كده واحدة نحطها كده صف كده يلا كده برضو معايا كده اخر واحدة اهو. بس كده هخلص برضو الصف التاني بنفس الشكل. ويلا كده يا جماعة شايفين فردتهم بالشكل ده كده كلهم. يلا هنعمل الخطوة اللي بعديها. معايا الزبدة بتاعتي مسيحاها ومخليها زي الفل بالشكل ده. هتعملي ايه؟ هننزل كده فيها كده الزبدة كده عشان تدينا ونطلعه على الصينية بتاعتنا علشان نفرد. شايفين كده نفرد ازاي اهو كده لغاية ما تملى الصينية بتاعتنا كلها اهو كده، وترجعي تاني. شايفين يا جماعة كل طبقة بفردها واحط عليها زبدة وانزل بالطبقة اللي بعديها بالشكل ده كده اهو، واحط كده على الاطراف ونفردها بالشكل ده. شايفين الجمال؟ عدى الكلام يا جماعة الجمال. شايفين الجمال كده؟ ونفرد كده ونعمل كده بالزبدة اهو. يلا كده نعمل واحدة تاني نفردها كده اهو. صلوا كده على النبي. يلا كده ناخدوها وانزل بيها كده وافرد. شايفين الجمال؟ ادي كده اهو خلصت اول 7. هعمل زيهم ال7 التانيين.
شايفين كده يا جماعة، اشتغلت كده 7 تانيين كده على الرخامة، وسعت لهم مكان كده، ونبتدي كده نفرد ونحط طبقات فوق بعض اهو بالشكل ده. نفرد كده الزبدة وننزل عليها ونفرد بالشكل ده كده، زي ما عملنا نفس الخطوات بتاعة الأولى. شايفين الجمال؟ اهو احنا حطينا زبدة الناحية دي كده اهو. شايفين الجمال كده؟ حتى لو قطعت منك عادي ما يهمش، ما احنا هنسيبها تستريح اهو. شايفين دول اللي استريحوا زي العسل. نحطوا كده الزبدة ننسوشي، ونضيف الفطيرة. يلا كده سيبها تستريح برضو مع برضو الحطة الأولى بتاعتنا اهي. هسيبهم يستريحوا الاتنين وارجع لكم. شايفين كده يا جماعة؟ استريحت معانا كده، ونبتدي يلا نقطع. عملتها كده كأنه بحجم مستطيل يا جماعة، ونبتدي كده نقطع بالسكينة كده اهو، عادي مفرقتش عادي اهو. ونبتدي بعد كده برضو نقطع بحدود 3 سنتي كده اهو كده. شايفين الجمال؟ ونعمل برضو الناحية دي كده برضو اهو اهو، علشان تبقى الطبقات بتاعتها باينة وزي الفل. نعمل الاول كده نص، ننصفها بالشكل ده. شايفين كده يا جماعة؟ بعد كده اهو معانا هنمسكها وهنعملها كده، يعني خلوا الحتة اللي من تحت من فوق. شايفين بالشكل ده كده؟ وبعد كده نلفها رول 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 بالشكل ده كده، ونوقفها ونديها دوسة بسيطة ونسيبها تستريح. تعالوا نعمله كده الباقي. شايفين الجمال وشكل الوردة العسل؟ يلا كده نبتدي نحشي. هنبتدي كده نشتغل ازاي؟ هنشتغل اهو. هنشوف الشكل ده كده، ده مظبوط، الشكل ده مش مظبوط قوي، فاحنا هناخد الحتة اللي في الطرف دي نحطها كده وندوس عليها، نعمله زي طبق كده عندنا اهو كده، حتة كده مفرغة. ليه؟ طب يا ندى عشان عندنا اللحمة المفرومة بتاعتنا والزيتون، ناخد كده ونضيف بالشكل ده اهو، ناخد ونضيف. وبعد كده نحط كده للزيتون للناس اللي بتحب الزيتون. شايفين الجمال؟ وبعد كده نقفل الفطيرة بتاعتنا او المخبوز بتاعنا اللي زي العسل، ونقلب كده هنلاقي شكل الوردة. شايفين الجمال اهو؟ حاجة كده في منتهى الروعة والجمال يا جماعة، حاجة كده زي العسل. أهم حاجة تسيبوا لها فراغات علشان تخمر وتبقى زي العسل. يلا كده نعمل تاني.
هنشتغل كده اهو في دي مثلا، هنلفها كده كويس، هناخد الطرف ده هنحطه هنا وندوس كده ونعمل زي طبق كده. شايفين الجمال؟ زي طبق عشان نحط فيه كده اللحمة المفرومة بتاعتنا اهو. حط كده الكمية اللي انت عايزاها، ضيفي براحتك، تحطي الزيتون بالشكل ده، وبعد كده نقفل اهو بالشكل ده زي العسل يا جماعة، ومحشية لحمة مفرومة وحاجة كده دلع يا جماعة. ونقلب كده على الوش هنلاقي شكل الوردة اللي زي العسل. يلا كده نحط كده بالصينية ونشتغل تاني. وكده عملنا باللحمة، شايفين الجمال؟ ويلا كده برضو نعمله بالجبنة. هنلفها كده ونروح هنمسكها، هنحط الحتة اللي من تحت نفس الطريقة يا جماعة، بس بدل ما هنحشي اللحمة المفرومة هنحشي جبنة مثلثات. ونحطها كده اهو ونقفل ونقلب على الوش. شايفين الجمال والحلاوة؟ حاجة كده على العالم. يلا نعمل واحدة تاني. ويلا كده يا جماعة، فاكرين أكيد الصفرتين اللي سبناهم بتاعت البيضة، حطيت عليها معلقة خل وقلبتها كده بالشكل ده كده أهو. ويلا كده علشان ندهن الوش بتاعنا ونقول بسم الله أهو، عشان تدينا كده تحميرة اللي زي العسل. ويلا كده يا جماعة هسيبهم يخمروا وارجع لكم بقى عشان لما ندخل في الفرن. شايفين كده يا جماعة خمر كده بالشكل ده اهو. ويلا كده ندخل الفرن مع بعض ونقول بسم الله. ويلا كده النار من فوق تكون متوسطة والنار من تحت تكون عالية ونقفل عليها. وكده يا جماعة بعد ما طلعته من الفرن، شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم صل على النبي، الله أكبر. حاجة كده زي العسل والتحمير من فوق جنان. بصوا كده من تحت، الله أكبر الله أكبر يا جماعة. عايزين كده نفتح واحدة من النص ونشوف كده ايه اللي بيحصل في جوه. نفتح كده ونقول بسم الله.
بصوا الطبقات من غير السكينة، الطبقات نفسها متفتحة وزي الفل. طبعا لسه مطلعاها حالا. شايفين سخنة مولعة ازاي وزي العسل، الله اكبر. شايفين دي باللحمة. تعالوا افتح لكم واحدة بالجبنة. نوسع دي كده هنا، نديها فتحة كده صغيرة. شايفين الجمال بتاعت الجبنة؟ حاجة كده في منتهى الجمال، الاتنين احلى من بعض يا جماعة. شايفين حاجة كده عظمة يا جماعة، الله اكبر. شايفين كده ايه الجمال والحلاوة بتاعتها، متفتولة وكل حاجة وطرية خالص وهشة. وتسلم ايديكم بقى، الله اكبر. شايفين الجمال؟ حاجة كده طرية وعلى الاخر يا جماعة. لو عجبتكم بقى الفيديو بتاعي متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب على القناة. لو عجبتكم الفطاير المحشية دي، السلام عليكم.